عودي بنتك من صغرها اول ما تتحجب ان هي تلبس الحجاب صح. لازم تلبسي ولا رقبتها تبقى باينه، ولا شعرها من قدام يبقى باين، ولا تمشي في الشارع تفضل تهزر وصوتها يبقى عالي جدا مع اصحابها البنات. ليه؟ لان بيبقى في شباب، والشباب بتبقى شايفاها وبتبقى مطلعه عليها. بالعكس، ده انت ضحكتك هتلفت نظر الشباب ليكي، هيبصوا لك بصه مش كويسه. مش ان هم هيقولوا البنت دي مؤدبه، لا بالعكس، هيقولوا امتى مؤدبه؟ لما البس طرحه كويسه ما بينش رقبتي، ما بينش شعري، ما لبست محزق جامد قوي. مش هقول لك البسي جيبه، مش هقول لك البسي فستان، عايزه تلبسي بنطلون البسيه، بس حاولي الحاجه تبقى طويله شويه. واحده واحده ربنا هيهديكي، وهتلبسي واسع من نفسك هتحبيه. لان الفضفاض واللبس الواسع والله بيدي راحه وبيبقى جميل جدا. والولد هيبص عليكي بصه كويسه قوي، غير لما تبقي لابسه ضيق او تبقي لابسه ملفت. ده كان انا بتكلم على البنات اللي مثلا بتروح الثانوي، بتروح الاعدادي، بتروح الكليه، الكلام ده كله. بشوف بلفات طرح بتبقى غريبه جدا، بشوف مناطيل بتبقى ملبوسه فظيعه جدا. فيعني حاولوا على قد ما تقدروا، علمي بنتك ان هي ما تبقاش ملفته قوي في هزارها وفي ضحكها وفي لبسها، في لفه طرحتها، على قد ما تقدري. واحده واحده ربنا هيهديهم باذن الله.